السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحباب، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على فضله ومنه وكرمه واصطفائه واجتبائه، له الحمد والشكر والثناء الحسن. وبعد، في هذا المقطع القصير أود أن أرد بكلمتين عن خرجتين خرجهما الدكتور الفاهد، وما أكثر خرجاته الغير المنضبطة وغير الأخلاقية، التي يصرح فيها تصريحات خطيرة جدا، التي يجب أن نرد عليها. بعض الكلام وكثيرا كلماته الغير المنضبطة وغير الأخلاقية بالمرة نحن لا نستطيع أن نجاريه فيها، فهذا يسمى ويطلق عليه الجدال العقيم. ولكن عندما يصرح تصريحا يسيء إلى إما العلماء أو العلم، أو الآن صرح وأساء إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد أن نبين للناس، وهذا واجب الدعاة وواجب العلماء وواجب الفقهاء أن يبينوا للناس دينهم. الآن أصبحت المسألة بين دينية، يشكك لك في قيم الصحابة وفي وزن الصحابة وفي قدر الصحابة، وهذا ينم عن جهل وعدم اطلاع ومعرفة. في تصريح الأول قال إن القيم التي بثها النابغة والدكتور الرجل المتمكن في مجاله الدكتور مهدي المنجرة تفوق بكثير قيم التي بثها الصحابة رضي الله عليهم. وهذه مغالطة خطيرة جدا، وهذا مفهوم إن تركناه يتكرس في ذهن ويرتسخ في ذهن الشباب والناس وذهن العامة، فهو مسألة خطيرة جدا. إن كانت المبادئ، إذا القيم هي عبارة عن مبادئ وأخلاقيات وأساسيات يتمثل بها الناس أو المجتمع أو الفكرة، فما هي القيم التي بثها الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل القيم التي بثها المهدي المنجرة بنبوغه وفكره وتفوقه تفوق قيم الصحابة طيلة الفترة التي عاشوا فيها؟ وهذه مغالطة كبيرة تنم عن جهل الرجل بدور الصحابة رضوان الله عليهم وجهادهم ونضالهم وتفانيهم في خدمة الدعوة والرسالة وبث هذا المشروع في الناس. إن هذا الخير التي أنت فيه أيها الدكتور، وهذا القرآن الذي بين جنبيك الذي يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى، كيف وصلك؟ هل وصلك عن طريق الواتساب أو رسالة في الإيميل؟ لا أبدا، إنما كان طريقه طريق الصحابة رضي الله عليهم وجهادهم استشهادهم وإراقة دمائهم في رمال الصحراء، ثم اغترابهم عن أوطانهم، ثم سفرهم لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. لا يجب أن نقتصر أو ننقص من دور هؤلاء الرجال. لقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن الكريم وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. وكثيرة هي الآيات تقدر لنا وتبين لنا قدر الصحابة رضوان الله عليهم ودورهم وجهادهم في سبيل الله. القيم كثيرة جدا، قيم أخلاقية وقيم إيمانية وقيم عقائدية وقيم سلوكية وقيم في المروءة والأخلاق، كثيرة. ما عليك إلا أن تقرأ كتاب حياة الصحابة وكتاب وسير الرجال، وتقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعرف الدور الذي كان يشغله الصحابة رضي الله عليهم. فكانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. كانوا يفدون رسول الله ويفدون دعوة الله سبحانه وتعالى بالمال والنفس والوقت والجهد وكل شيء. هل أنت متزن حينما تقول هذا الكلام؟ نحن لا نقصر ولا نحبط من دور مهدي المنجرة، فهو رجل فاضل على ما هو عليه، ولكن لا يمكننا أن نحطه في زاوية في كفة وترجح كفته عن كفة الصحابة. والله لن نصل 10 معشار أو لتراب أقدام الصحابة رضوان الله عليهم. الفكرة الآن هنا منتهية، أن تتكلم عن الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين جاهدوا وكافحوا ونافحوا وسالت دماؤهم وقتلوا واستشهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. مسألة عظيمة جدا لا يمكن أن نوازيها بجهد أحد. هم الذين بدأوا الطريق وافتتحوا الطريق وشقوا الطريق، هم الذين جاعوا وما ناموا، هم الذين جاهدوا وما تقاعسوا، هم الذين كان أحوج الناس إليهم في ذاك المكان، فكانوا هم الطليعة، هم الجنود. لا يمكن أن نأتي اليوم ونحط من قدرهم. هذه غباوة، وهذا انتقاص لقدر هؤلاء الرجال، وهذا عدم وفاء لهم.
فلهذا بشرهم الله بالجنة، وأعلى الله ذكرهم، وجعل الترضي عنهم من الأجر، وجعل الوفاء والدعاء معهم صلة للرحم، وامتدحهم الله وزكاهم الله سبحانه وتعالى، وجعل عصرهم من أعظم وخير العصور وخير القرون. هذه نقطة. النقطة الثانية في خرجة غير منضبطة بتاتا، وهذا ما يقدح في منهجية الفايد، أنه يقول كلاما ارتجاليا هستيريا دون أن يفكر فيه. فقال: لو كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة مال وما عند يعني جزيرة العرب الآن من أموال لما خرجوا في الجهاد في سبيل الله. وهذه تهمة بالتقاعس عن الجهاد للصحابة رضوان الله عليهم، تهمة باطلة. لا يمكن لرجل عاقل أن ويفكر بعقلانية ويمحص المسألة قبل أن يقولها أن يتفوه بها. لو كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة مال وأموال كما للسعودية يعني في الجزيرة العربية مثل الآن، لما خرجوا للجهاد ولما حققوا هذه الانتصارات. طيب، هل حقا أنه في الجزيرة العربية وعند الصحابة لم يكن لهم أموال؟ هل كانوا فقراء معدمين؟ هل لم يكن المال يتحرك في ذاك الوقت في ذاك الزمان؟ بالله عليك، هل يستطيع أحد أن يقول مثل هذا الكلام؟ نعم، الحال يتطور، ولكن في كل زمان ما يوافقه. هل لم يكن المال مرة؟ ولماذا قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة؟ هل لم يمنع المال والشهرة والثراء بعض الأقوام أن يدخلوا الإسلام خوفا على أموالهم وثرائهم ومكانتهم؟ يعني المال دائما موجود في كل زمان وفي كل مكان. هل وصل أحدنا اليوم في غناه إلى غنى قارون؟ لا أبدا. إذا دعنا نناقش المسألة يعني نقطة نقطة. هل كان الصحابة كلهم فقراء معدمين؟ هل لم يكن في الفقراء أغنياء يعني ذوي أموال طائلة؟ نعم، كان أبو بكر، وكان عمر، وكان عثمان بن عفان، وكان عبد الرحمن بن عوف، أغنياء الصحابة والكثير والكثير. يعني ألا تستحضر بعض النصوص وبعض الوقائع في السيرة عن جهاد الصحابة بأموالهم وأنفسهم؟ عندما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، من ذا الذي يقرض الله كذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ألا تخطر في بالك قصة الدحداح الذي تاجر مع الله سبحانه وتعالى، فقال له رسول الله: بيع ربيح، ربح بيعك يا ابن الدحداح، أنه باع لله سبحانه وتعالى وتصدق ببستان من أغنى البساتين التي عنده. ألا يخطر في بالك أن عثمان بن عفان جهز جيش العسرة كله؟ ألم يخطر في بالك أن أبا بكر ذهب إلى بيته فأخرج المال كل ما عنده وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما تركت يا أبا بكر؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. ثم جاء عمر بن الخطاب قبل أبي بكر فقال: ما تركت لولدك؟ جاء بنصف ماله فقال: تركت لهم نصفه أو مثله. ثم جاء بعد ذلك أبو بكر فقال: تركت لهم الله ورسوله، فقال: لن أسبقك بعد اليوم. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتاجرون مع الله. هكذا كان الصحابة هم السباقون. هكذا كان الصحابة الذين يتنافسون في الخيرات. بطولاتهم وجهادهم لا يمكننا أن نلغيها بمثل هذه الكلمات أيها الفائد. يعني تعقل في كلامك. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضبط لنا هذا الميزان، والوقائع في سيرة رسول الله وفي التاريخ متواترة في هذا المجال، لا يمكننا أن ننسى. فقدر الصحابة رضوان الله عليهم عال جدا وغال على قلوبنا، لا يمكن أن نستهين به. كلام للناس نوجه للناس: اتقوا الله في تراثكم، اتقوا الله في تاريخكم، اتقوا الله في نبيكم، اتقوا الله في قرآنكم وسنتكم، اتقوا الله في أجيالكم السابقة. عظموهم، قدروهم، أنزلوهم منازلهم. لا تدع مثل هذا الكلام الذي يصدر على عواهله
يعني يحدث شرخا في عقيدتكم، في قناعاتكم. فالصحابة رضوان الله عليهم هم الجيل الأول الذي أسس لهذه الدعوة وتكفل بها وحملها وجاهد من أجلها وضحى من أجلها وأعطى الغالي والنفيس. فلا يمكن بحال من الأحوال أن نأتي اليوم لنبخسهم حقهم، فهذا يعد من سوء الأخلاق ومن عدم الوفاء معهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحشرنا الله معهم، وسلكنا في سلكهم، وجعلنا الله سبحانه وتعالى من يقتفي أثرهم ويتبع هداهم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.